13 سنة، يعني احنا كده رسميا خبطنا في باب المراهقة. هنا بقى تكرار الغلط مش سببه ان الشبكة واقعة زي الصغيرين. السبب هنا غالبا بيكون واحد من ثلاثة: صراع الاستقلال، لان المراهق بيكرر الغلط علشان يثبت لنفسه وليك انت كمان ان هو صاحب القرار حتى لو كان قراره غلط. هو بيجرب يخرج بره السيطرة. اتنين: إعادة هيكلة الدماغ في السن ده. فص الدماغ المسؤول عن الحكمة والفرملة بيحصل له عملية تجديد شاملة، فبيبقى الاندفاع عنده عالي جدا والتقدير للعواقب للأسف ضعيف. آخر حاجة: هو بيحاول يتحدى سلطتك، يعني لو الأسلوب فيه أوامر كتير هو هيكرر نفس الغلط كنوع من المقاومة الصامتة. طب تعملي ايه وتتصرفي مع سن 13 سنة ده ازاي؟ حاولي تغيري من دور انك المدير لدور استشاري. بلاش تفضلي تقوليله اعمل وما تعملش، استبدليها بأنا واثقة انك عارف نتيجة التصرف ده، فانت مستعد تتحملها ولا ايه؟ وفي السن ده كمان الكلام الشفهي عايزة اقولك بيطير. اقعدوا انتوا الاتنين في وقت هادي واتفقوا على الغلط الفلاني نتيجته حرمان، وليكن مثلا الواي فاي، الخروج لمدة يوم، ولما يغلط اوعي تزعقي، اسحبي الحاجة اللي اتفقتوا عليها بكل هدوء وتقولي هو ده اتفقنا. سيبيه يخبط في الحيط. لو تكرار الغلط مش هيسبب له أذى كبير سيبيه يتحمل نتيجة الغلط. نسي مثلا يلم لبسه، هينزل بكرة بهدوم مش مكوية، نسي يذاكر، يتحمل درجة وحشة، خليه يدوق نتيجة فعله. دي أهم مدرسة في السن ده. افصلي تماما بينه وبين سلوكه. دايما عرفيه انك بتحبيه جدا ومقدرة انه بيكبر، بس السلوك المرفوض مرفوض، مفيش فيها كلام ومحتاجين نغيره. والنصيحة ليكي أخيرة: في السن ده انت لو كسبتي الصداقة والثقة بينك وبينه هتقدري تعدلي السلوك بكل هدوء. ولو دخلتي معاه في عناد للأسف تكرار الغلط هيتحول لتحدي.